ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبه نستعين. يا رب تكونوا بصحه وبخير ويجعلها ايام مفترجه يا رب كده وكلها فرح وسعاده عليكم وعلينا يا رب. طيب، عايزه اقول لكم التليفون بتاعي خلاص جاب اخره. انا بعمل فيديوهات كل يوم ولكن التليفون بيمسح لوحده، ما اعرفش فيه ايه. الحمد لله ربنا يسهل كده باذن الرحمن وهجيب ايه تليفون. طيب بتعملي ايه بقى يا ام انس؟ انا معايا كيلو دقيق، انا مفضياه ونخليه. اهم حاجه ان انتوا تكونوا ايه نخلين، يعني انا مفضياه من كيسه ونخليه. ده كيس دقيق اللي هو متعدد الاستخدامات. هنحط عليه، انت النهارده اصلا يا ام انس هتعملي ايه؟ بصراحه كده، معلش انا بظبط اللينج بس، معلش انا اسفه الطبق ده. النهارده انا هعمل معاكم قرص طريه فلاحي، القرص الطريه بتاعتنا الفلاحي. طيب انا كده حطيت الدقيق زي ما انتم شايفين، هبتدي ادلق عليه حوالي معلقه بيكنج باودر. صلوا على النبي كده يا حبايبي، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وما تنسوش تعملوا لي اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. تمام كده. واحط كمان رشه ملح، حوالي معلقه صغيره من الملح. تمام كده تمام كده. هنجيب بقى معانا طبق حلو كده بس يا طمطم، طبق حلو. طمطم بتلعب بالرنج. انا بولع بس الناحيه الثانيه كده على اللبن ادفيه. يبقى كده انا حطيت الملح والبيكنج باودر والدقيق. تمام كده. هبتدي بقى اجيب اللي عنده مضرب احسن طبعا، اللي عنده بالمضرب احسن طبعا. انا كان عندي كل ده ولكن عليه العوض ومنه العوض. هبتدي انزل علبتين زبادي. يا طمطم نزلت زي ما انتم شايفين كده علبتين زبادي. طيب ومعايا كمان علبه القشطه بتاعتي اهي، هتعملي بيها ايه يا مزيزو؟ هبتدي انزل 4 أو 3 معالق من القشطه. ادي كده 3 معالق قشطه. يبقى كده حطينا زي ما انتم شايفين كوبايتين الزبادي. بصراحه انا المفروض كنت اطلع زيتها بس ما طلعتش زيت ده من الفريزر، فهستخدم زيت ذره مش معضله. بس الاول هنعمل الخميره هنا عشان نقدر نظبط الدنيا. الخميره عباره عن ايه؟ معلقه ونص بمعدل الكيسين دول. هحط على الخميره 3 معالق سكر، وهحط عليهم نص كوبايه لبن. نص اللبن، اللهم بارك على القشطه، ده لبن دافي. وابتدي اقلبها كده. واسيبها بقى على جنب عشان تخمر. كده احنا حطينا الزبادي والقشطه. هحط بقى كده، صلي على النبي كده، وهبتدي انزل بزيت الذره بتاعي. انا بوريكم لان في ناس بتقول انت كدابه، ما استخدامات مش كده، ما فاهمين. هبتدي انزل بكوبايه ونص. ادي كوبايه وادي كمان نص. هضربهم بقى وارجع لكم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبه نستعين. يا رب تكونوا بصحه وبخير ويجعلها ايام مفترجه يا رب كده وكلها فرح وسعاده عليكم وعلينا يا رب. طيب عايزه اقول لكم التليفون بتاعي خلاص جاب اخره. انا بعمل فيديوهات كل يوم ولكن التليفون بيمسح لوحده، ما اعرفش فيه ايه. الحمد لله ربنا يسهل كده باذن الرحمن وهجيب ايه تليفون. طيب بتعملي ايه بقى يا ام انس؟ انا معايا كيلو دقيق، انا مفضياه ونخليه. اهم حاجه ان انتوا تكونوا ايه نخلين، يعني انا مفضياه من كيسه ونخليه. ده كيس دقيق اللي هو متعدد الاستخدامات. هنحط عليه، انت النهارده اصلا يا ام انس هتعملي ايه؟ بصراحه كده، معلش انا بظبط اللينج بس، معلش انا اسفه الطبق ده. النهارده انا هعمل معاكم قرص طريه فلاحي، القرص الطريه بتاعتنا الفلاحي. طيب انا كده حطيت الدقيق زي ما انتم شايفين، هبتدي ادلق عليه حوالي معلقه بيكنج باودر. صلوا على النبي كده يا حبايبي، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وما تنسوش تعملوا لي اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. تمام كده. واحط كمان رشه ملح، حوالي معلقه صغيره من الملح.
تمام كده تمام. هنجيب بقى معانا طبق حلو كده. بس يا طمطم، طبق حلو. طمطم بتلعب بالرنج. انا بولع بس الناحيه التانيه كده على اللبن ادفيه. يبقى كده انا حطيت الملح والبيكنج باودر والدقيق. تمام كده. هبتدي بقى اجيب اللي عنده مضرب احسن طبعا، اللي عنده بالمضرب احسن طبعا. انا كان عندي كل ده ولكن عليه العوض ومنه العوض. ابتدي انزل علبتين زبادي. يا طمطم، نزلت زي ما انتم شايفين كده علبتين زبادي. طيب ومعايا كمان علبه القشطه بتاعتي اهي، هتعملي بيها ايه يا مزيزو؟ هبتدي انزل 4 أو 3 معالق من القشطه. ادي كده 3 معالق قشطه. يبقى كده حطينا زي ما انتم شايفين كوبايتين الزبادي. بصراحه انا المفروض كنت اطلع زبده بس ما طلعتش زبده من الفريزر، فهستخدم زيت ذره مش معضله. بس الاول هنعمل الخميره هنا عشان نقدر نظبط الدنيا. الخميره عباره عن ايه؟ معلقه ونص بمعدل الكيسين دول. احط على الخميره 3 معالق سكر، وهحط عليهم نص كوبايه لبن. نص اللبن. اللهم بارك على القشطه، ده لبن دافي. ابتدي اقلبها كده. واسيبها بقى على جنب عشان تخمر. كده احنا حطينا الزبادي والقشطه. هحط بقى كده صلي على النبي كده، وهبتدي انزل بزيت الذره بتاعي. انا بوريكم لان في ناس بتقولي انت كدابه، ما استخدامات مش كده، ما فاهمين. ابتدي انزل بكوبايه ونص. ادي كوبايه وادي كمان نص. هضربهم بقى وارجع لكم. كده خلاص انا ضربتهم اهم زي ما انتم شايفين. طيب هتعملي ايه تاني؟ هحط الخميره. بصوا اللهم بارك في ثانيه الخميره عليت معايا اهيت. بسم الله بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبه نستعين يا رب. يا رب يجي على البركه في ايدينا يا رب. وهنكمل خليط فيه. خلاص كده القوام بتاعه بقى كريمي خالص زي ما انتم شايفين. ودي اسهل واسرع واخف طريقه جرس الطريقه. طيب هتعملي ايه؟ هديها رشه اللهم صل على سيدنا محمد سمسم وحبه البركه. هتقولوا لي حطيتي حبه البركه ليه؟ اقول لكم انا ايه بحبها في المعجنات. كده حطيت رشه. ابتدي اقلب كده العجين بتاعي. عموري بيمسي عليكم بيقول لكم ايه؟ قولوا لا باشتراك فعال الجرس. بايديا بقى وابتدي اعمل بقره كده وابتدي انزل بالخليط بتاعي كله. المفروض ان احنا بنحط كوبايه زيت ونص كوبايه زبده. وابتدي بقى اقلب كده ونصلي على النبي واحنا بنقلب كده. بسم الله. ما بتاخدش عجنه في ايدينا بصراحه، وهتلاقي العجينه بتاعتك لمت خالص. بصوا ما خدتش في ايديا عجنه يعني 3 دقايق. بصوا اللهم بارك ملمس العجينه ازاي طري وجميل. هسيبها بقى اغطيها دلوقتي بفوطه بكيس بحته استريتش ايا كان عندي، واسيبها ترتاح ساعه وبعد كده نبدا نشكل فيها. صلوا على النبي يا حبايبي، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خلاص بقى كده تعالوا بصوا بسم الله. بصوا الجمال، خمرت اهي بقت زي الفل. جبت بقى الصباط بتاعتي اهي، هنزل بيها بنقطه زيت. نعمل بقى كده. ما تنسوش تعملوا لي اللايك والاشتراك في القناه. وابتدي بقى اسمي بسم الرحمن كده واكور.
بقى زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم ملمس العجينه وريحتها تحفه. انا بسخن بقى كده الفرن بتاعي، حافظوا على الدوران بتاع القرصه، وما نحاولش ان احنا ايه نعليها عشان هتعلى مننا عشان الخميره. هعمل بقى الكميه وبعد ما اعمل اوريكم الشكل النهائي. صلوا على النبي. كده بقى انا خلصت اول صاجين اهو، اللهم بارك. هسويهم بقى، وبعد ما اسويهم هنشوف الدنيا فيها ايه. ما تنسوش تصلوا على النبي، ولا حول ولا قوه الا نطلع عشان نزرع السن. وكده بقى اكون خلصت كميه القرص بتاعتي. بصوا الجمال، بصوا اللهم بارك، ده كيلو. بصوا القرصه من جوه، بصوا الجمال. صلوا على النبي بقى يا حبايبي، وما تنسوش تعملوا لي اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا مش بظهر معاكم على طول، ولكن بظهر لكم يعني انتوا حبايبي، ما اقدرش استغنى عنكم. فما تنسوش اللايك بتاعي وتشيروا لي الفيديوهات بتاعتي عشان يوصل لكم كل جديد. بصوا شكل القرص، بصوا الكميه، اللهم بارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استنوني بقى الفيديو جديد.